يسعد لي أوقاتكم يا أحلى عيلة. بما إنه رمضان على الأبواب، كل عام وأنتم بخير، ينعاد عليكم وعلينا بالصحة والعافية، وتقبل الله طاعاتكم. بدنا نبلش بسلسلة تجهيزات رمضان، واليوم حنفرز السبانغ مطبوخة وبخليها بالفريزر لوقت الاستعمال، وفينا نعملها فطاير بس بينقصها العجينة. بنقول بسم الله. عندي سبانغ جايبتهم بالجرزة، تقريبا ما يعادل 10 حبات. هالمرة رح فرجيكم طريقتي كيف بغسلها وبنضفها. بنجيب الجرزة وبنضفها من الورق الخربان، وببلش اغسلهم بدون ما اقطعهم ولا قيم الانزوعة منهم، هيك اسهل. بغسلهم وبعدها بعبي حوض المغسلة بالمي وبغمرهم تقريبا 5 دقايق، وبنقلهم للحوض التاني وبلش بغسلهم بايدي وافركهم منيح. مثل ما شايفين بغسلهم منيح، ووقت الفرم ولا حبة رمل اللي بيطلع فيهم. عن جد هاي الطريقة كتير كتير مريحة. أول شي أنا كنت أفرمهم بعدين أنقعهم وأغسلهم، أنقعهم وأغسلهم بصراحة إلا ما يطلع فيها رمل. هالمرة ما أحلاها، كتير كانت طريقة سهلة وساعدتني ووفرت علي وقت. بعد ما خلص من غسيلهم بصفيهم على جنب، واخر شي بفرمهم. ما بعرف الفيديو كمان هالمرة راح مني. يلا كلكم ما شاء الله شطورين وبتعرفوا كيف نفرمون. فرمتم انا بهذا الحجم. جبت طنجرة غميقة وبحط السبانغ بقلبها وبحطها على نار، وبحاول اني طالع كل المي الموجود فيها حتى تنشف. نحن طبعا هي بنقلها تفوير السبانغ. بعد ما خلصت تفوير السبانغ بصفيهم مصفاية. بكون انا جهزت بطنجرة تانية بصل. طبعا انا استعملت بصل اخضر عادي، انتوا بتستعملوا البصل العادي. فرمته وبضيف عليه زيت الزيتون مقدار حسب الكمية طبعا. انا اخذ معي نص فنجان زيت الزيتون. بعد منها بقلبهم شوي، بضيف عليهم توم صحيح، بتحبوا توم مفروم كمان هي بترجع لكم حسب الكمية اللي انتوا بتحبوها. بنضيف الملح، بنقلبهم مع بعض منيح، بنتركهم حتى تدبل. واخر شي بنزل السبانغ. طبعا مثل ما شايفين السبانغ عندي دبلانة، يعني ما بتاخد معي وقت بالطبخ. بقلبهم تقريبا مع بعض 5 دقايق، وهيك خلصت السبانغ معنا مثل ما شايفين. طبعا هي بتكش بتقل الكمية بالطبخ، تخليها تبرد. بعد منها بعبيها بعلبة بلاستيك بكيس النايلون تبع التفريز، كمان هي بترجع لإلكم. بتركها بالفريزر لوقت الاستعمال. بحب اعملها فطاير، بحب اقدمها هيك مع رمان، مع دبس الرمان ورشة كزبرة حتى تعطينا لون اخضر. كمان هي بترجع لإلكم. بتمنى فيديو اليوم يعجبكم وما يكون طويل عليكم، وطريقتي تكون سهلة. وإن شاء الله بكرة بشوفكم كمان بوصفات جديدة وتفريزات جديدة بإذن الله تعالى. بتمنى منكم اللي عم يشوفني أول مرة لا ينسى يضغط على زر الاشتراك حتى يصلكم إشعار بكل شي جديد، ولايك وكومنت محفز مثل العادة حتى تكبر عيلتنا فيكم. ودمتم سالمين في رعاية الله.